علق الإعلام السعودي وليد الفراج على الفوز التاريخي الذي حققه الأهل المصري على اتحاد جدة السعودة بنتيجة 3-1 فالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة الجوهرة المشعة ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية. وكتب وليد الفراج عبر حسابه على تويتر: يحق لكل جماهير النادي الأهلي المصري أن تفخر بهذا الفريق الذي يتعامل مع الأحداث والتحديات بقدر أهميتها وقيمتها. ألف مبروك للملايين من أنصار نسر الكرة المصرية ونادي القرن الأفريقي تأهله المستحق إلى نصف النهائي. منيو باتن اليوم 7 أكرم القصاص على الشافعي النسخة الكاملة البحث بحث بوابة انتخابات الرئاسة المصرية الرئيسية أرو بريد كرامز. أخبار الرياضة الإعلامي السعودي وليد الفراج يعلق على الثلاثية الأهلى في اتحاد جدة وليد الفراج أحمد طارق الجمعة 15 ديسمبر 2022 10:132. معلق الإعلام السعودي وليد الفراج على الفوز التاريخي الذي حققه الأهلى المصري على اتحاد جدة السعودة بنتيجة 3-1 فالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة الجوهرة المشعة ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية. وكتب وليد الفراج عبر حسابه على تويتر: يحق لكل جماهير النادي الأهلي المصري أن تفخر بهذا الفريق الذي يتعامل مع الأحداث والتحديات بقدر أهميتها وقيمتها. ألف مبروك للملايين من أنصار نسر الكرة المصرية ونادي القرن الأفريقي تأهله المستحق إلى نصف النهائي. وليد الفراج ونجح نسور الأهلي فتقديم عرض رائع على مدار شوط المباراة إلى أن اصطادوا نمور اتحاد جدة الذين سبق لهم الفوز على أوكلاند سيتي نيوزيلندي بثلاثية نظيفة في أول مباراة بالبطولة. نسور الأهلي نجحت كذلك في فك عقدة اتحاد جدة الذي لم يسبق له الخسارة من الأهلي طوال المواجهات التي جمعت الفريقين بجميع المسابقات. سجل ثلاثية الأهلي علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقة 21 و950 و68 فيما سجل بنزيما الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع. وبذلك يلتقي الأهلي مع فريق فلومينينس البرازيلي في نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري.